أغلبنا سمع قبل كده عن الكرتون الشهير موكلي فتى الأدغال، لكن هل سألت نفسك هي الشخصية دي فعلا حقيقية ولا لأ؟ قبل ما أحكي لك القصة عايز أعرفك بسرعة إن أغلب أفلام السينما والكرتون بتكون مستوحاة من أشخاص حقيقيين. في سنة 1848 خرج الصيادين لرحلة في الغابة. واحد منهم لاحظ إن في شاب بيجري من غير هدوم، وكان معاه ذئب صديقه بيجري معاه. المهم فضل يراقبهم لحد ما وصلوا كهف ودخلوا جواه علشان ياكلوا حاجات غير آدمية. المهم بلغ المسؤولين وقتها عن اللي هو شافه، فبعتت الحكومة مجموعة صيادين تانية علشان يقتلوا الذئب ويقبضوا على الشاب ده. الصيادين اللي قاموا بالمهمة لاحظوا إن الشاب سلوكه كان عدواني جدا، وحاول يهاجمهم أكتر من مرة، وتم إرساله لمصحة نفسية. وللأسف الأطباء هناك فشلوا في علاجه لأنه ما كانش بيتكلم نهائي، ده غير إنه كان رافض يلبس الهدوم أو يتعامل زي البشر. فريق منهم قال إن الذئب اللي اتقتل أكيد كان هيفرق في تشخيص الحالة أكتر من كده، لأنه من الواضح إنه كان متأثر بيه جدا، وشكلهم كده كانوا أصدقاء. والمفروض الملاحظة ديت كانت تمت في الغابة الأول قبل ما يجي المصحة. المهم الشاب ده توفى على سن 29 سنة. وبالمناسبة الصوت الوحيد اللي كان بيصدر منه هو صوت الذئاب، أو بمعنى أصح كان بيقلدهم. القصة كده انتهت. لو عجبتك اضغط لايك وقول لي رأيك في التعليقات، وما تنساش الاشتراك والمشاركة لو حابب تدعمني. سلام.